قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا بيكم في الجزء الثاني من حكاية زاك متحدي النظام. ولو شفت الجزء اللي فات فالجزء الجديد بيبدأ من هنا. تبدأ قصتنا في غابة وبنشوف شخص اسمه زاك بيقطع خشب وبيقول لنفسه أنا بمجرد ما قلت قدام صديقتي الجديدة إن عيلتي خيمت مرة واحدة وأنا طفل وفجأة بقيت أنا حطها بالرحلة المعتمد، وأنا متأكد إن أبويا كان بيشتري خشب الحريق من المتجر، وعلى أي حال أنا لازم أعترف إن البقاء لوحدي في الغابة مش بالسوء ده، ومن الجميل إن آخد استراحة من أصدقاء هنا، لأن كوني شخص جديد وسط مجموعة أصدقاء بقالهم سنين مع بعض ده شيء مش مريح خالص. وبنشوف تايلور صديق هانا بيقول مين اللي عمل الخيمة دي. ديفيد بيقول له أنا وبعتذر لأني عملتها بسرعة لأن ايزي كانت محتاجة مساعدة مني في حاجة داخل المقطورة. ايزي بتقول له اهدى يا تايلور، دي المفروض تكون مجرد عطلة وانت عايز قطعة براوني. تايلور بيقول لها لا مش عايز، والوضع برضه كان زي المرة اللي فاتت واحنا وصلنا متأخر ودلوقتي الحاجة مش هتكون جاهزة زي ما كنا مخططين. هانا اللي زاك بيحبها بتقول لتايلور بس الموضوع هينتهي على خير زي المرة اللي فاتت، وكمان زاك يقدر يساعد لأنه بارع في الأمور دي لأنه كان بيروح مع عيلته أوقات كتيرة للتخييم. زاك بيقول لها أيوة أنا هكون سعيد بتقديم المساعدة وأنا قربت أخلص تقطيع الخشب. تايلور بيقول له حلو قوي انت خلصت في الوقت المناسب علشان تروح وتجيب لنا شوية خشب للحريق يا رجل الفأس. زاك بيسكت وبيقوم بيعدي من جنب تايلور وبيقول له أكيد وبيتحرك ناحية الغابة. تايلور بيقول لهانا حبيبك عصبي جدا يا هانا. هانا بتقول له هو أوقات بيكون كده ولكن شخصيته لطيفة. وبنشوف زاك وهو بيجمع خشب للحريق في الغابة وبيقول أنا لازم أرجع دلوقتي، وبيسيب بقية الخشب وبيقول أظن كده كفاية وإحنا مش محتاجين الخشب ده كله أصلا لأنها مجرد ليلة واحدة. وفجأة وهو ماشي بيظهر ضوء غريب وبينقله المكان زي الفضاء. زاك بيقول هو ايه اللي بيحصل، وفجأة بتظهر رسالة من النظام بتقول له جاري بدي تشغيل النظام واهلا بيك في الكون المتعدد. زاك بيقول كون متعدد ايه ده، وبتظهر رسالة تانية بتقول له اكتمل مسح كوكب الارض والكتلة من الفئة اف وطاقتها غير مصنفة. زاك بيقول هو انا خدت ضربة شمس ولا ايه وبقيت بحلم، وبتجيله رسالة تانية من النظام بتقول له نظرا لعدم كفاية الطاقة والحجم سيدمج كوكب الارض مع كواكب اضافية جندت للاستهلال وتم اعادة ضبط التضاريس وتعيين نقاط الظهور بشكل عشوائي بناء على الجغرافيا، ونتيجة كده تم ترقية الحياة البرية نظرا لضعف التحدي. زاك بيقول باستغراب كواكب إضافية وكمان حياة برية يعني ايه الكلام ده؟ النظام بيقول له تم تفعيل الربط بنظام الكون المتعدد. زاك بيقول هو ايه اللي كان محطوط في قطعة البراونيز اللي انا اكلتها عشان يوصلني للحالة دي، ويبدأ ينادي بصوت عالي وبيقول يا هانا ويا ديفيد هو في حد سامعني. وفجأة بتجيله رسالة من النظام بتقول له بدأ الغزو وتم استدعاء المبعوث. وبتيجي رسالة تانية بتقول حصل خطأ لأن المبعوث بيشغل نفس المساحة اللي انت بتشغلها ويجب عليك رمي النرد من اجل البقاء. زاك بيقول ارمي النرد عشان البقاء ضد مين، ولما بيبص وراه بيلاقي وحش عملاق وبيقول ايه ده. تظهر له رسالة من النظام بتقول له نظرا لفجوة القوة الهائلة بين المبعوث وخار وبينك فالاحتمالات بتصب في صالح المبعوث، وخار من 1 ل100,000 وزاك من 1 ل100، واللي هيحصل على اقل قيمة في رمي النرد هيباد. زاك بيقول بغضب قيمتي 100 وهو 100,000 هي الاحتمالات البائسة دي والفرق جنوني وانا مش هرمي اي حاجة. النظام بيقول تم قبول الامر من زاك وبدأ رمي النار. زاك بيقول له الغي الامر وايه الرمي البائس ده. النظام ما بيستجيبش ليه وبيفضل يعد لحد ما بيقف على قيمة 96. زاك بيقول 96 من اصل 100 اظن دي افضل نتيجة اقدر احصل عليها. وبيجي دور المبعوث وبيبدأ رمي النار. زاك بيقول قدام الاحتمالات دي فانا كده خسران، وانا حتى ما جاتليش اي فرصة اودع والدي او ماكنزي وانا كنت اخ اكبر فاشل، وانا بتساءل قد ايه من الوقت هيعدي على ما حد من المخيم يكتشف اختفائي وانا هموت واخسر كل حاجة بسبب رمية نرد مشؤومة، وانا مش هيهمني الاحتمالات ولكن ادولي اي فرصة. فجأة بيقف نرد المبعوث على قيمة 91. تظهر لزاك رسالة من النظام بتقول له مبروك. زاك بيقول باستغراب هو انا فزت، وبيبدأ المبعوث يختفي ويدخل جوه جسد زاك وبيغمى عليه. تظهر رسائل من النظام بتقول له ادت نتائج البروتوكول الى استمرار وجود زاك وهزيمة اخار وجار استئناف البروتوكولات القياسية وجار استدعاء زاك. وبنشوف زاك وهو واقع على الارض ومغمى عليه، ولما بيصحى بيقول هو ايه اللي حصل وهو انا كل ده كان مغمى عليا، انا لازم ارجع لمكان التخييم. ولما بيبص حواليه بيقول انا فين، وبتظهر له رسالة من النظام بتقول له نظرا لعدم كفاية الطاقة والحجم سيتم دمج كوكب الارض مع كواكب اخرى. زاك بيقول هو انا لسه بحلم ولا ايه، وبيبدأ يمشي وبيقول هو ده طريق المخيم، وفعلا بيلاقي المخيم قدامه وبيقول انا كنت متأكد ان كنت قريب منه وشكلهم اشعلوا النار بدوني، وبيتوجه ناحيته. لما بيوصل بيلاقي المكان متبهدل وفي وحش غريب موجود. الوحش اول ما بيشوف زاك بيهجم عليه لكن زاك بيضربه بالفاس اللي في ايده وبيصيبه وبيقول ده مستحيل، هو انا امتلكت القوة دي امتى؟ وبيقول الشاشة اللي انا شفتها قبل كده والوحوش ورمية النرد كل الحاجات دي ما كانتش مجرد حلم وكانت حقيقة. وبيتوجه ناحية المقصورة وبيقول لهم يا رفاق لو انتم لسه هنا ساعدوني، ولكن الوحش بيقوم من تاني وبيهجم عليه. زاك بيقول هم اختفوا فين وانا لازم اخرج من هنا. بيتفادى الوحش وبيخبط الوحش
الوحش في المقصورة. زاك بيقول ربما يكون سريع لكن شكله بمجرد ما يبدأ يجري ما يقدرش يغير اتجاهه، وانا لقيت الحل ومن الافضل ان خطتي تنجح والا هموت. وبيبدأ يجري ناحية الغابة وبينادي على الوحش، وبيبدأ الوحش يجري وراه، وبيقف زاك عند صخرة عملاقة وهو ماسك الفاس بتاعه وايده بترتعش. زاك بيقول هو انا خايف من الموت ولا ايه، ولكن بيمسك الفاس بقوة وبيقول لا ده مش خوف ده غضب. وبيظهر الوحش وهو بيجري بسرعة كبيرة وبيهجم على زاك لكنه بيتجنبه، والوحش بيخبط في الصخرة وبيستغل زاك الوضع وبينزل ضرب فيه بالفاس بتاعه، وبيقول ده ولا حاجة قدام كل اللي مريت بيه، ويكمل ضرب فيه لحد ما بيقتله. تظهر له رسالة بتقول له مبروك تم اكتساب 100 عملة نوكس. وبيبدأ زاك يتحرك ناحية المخيم من تاني وبيتوجه للمقصورة وجسمه كله ملطخ بالدم، بيقول احنا بحاجة للعودة وبيغمى عليه. وبعدها بنشوف زاك بيصحى وبتكون راسه وجعاه وبيبص على ايده اللي كلها دم، وبيقول هي الساعة كام دلوقتي، وبيطلع تليفونه وبيكتشف انه نام لمدة 3 ايام، وبيخش المقصورة عشان يعالج نفسه ويغير هدومه. بيقول هي هانا والباقيين راحوا فين، وعدى 3 ايام ومفيش ليهم اي اثر حوالين المخيم، وحتى كل اغراضهم لسه زي ما هي. وانا لازم اكون واقعي، وبما انهم لسه ما رجعوش لحد دلوقتي فاكيد مش هيرجعوا ابدا. وبيخرج لبره وبيقول هو ايه اللي بيحصل هنا، وازاي جسمي شفيا بالسرعه دي، وانا كنت المفروض اكون ميت ولكني لسه حي وحيد في الغابه، وكمان مفيش اي شبكه للهاتف، وبطاريه العربيه خلصانه، كمان في وحوش. وعلى اي حال هو ايه نوع الكائن ده، هو نوع من الفضائيين ولا ايه؟ ولو الغابه دي اتحولت لجحيم فايه اللي حصل لبقيه الكوكب؟ وانا لازم ارجع للبيت. وبيتسلق شجره، ولما بيبص قدامه بيلاقي المكان كله بقى غابه وجبال ومحيط. زاك بيقول ازاي في محيط وانا مش شايف اي نهايه ليه، وانا على جزيره ولا ايه؟ وبيقول بصوت عالي وبكل غضب اللي انت عملته في العالم بتاعي ايها النظام البائس. وفجاه بتظهر له رسائل من النظام بتقول له ولد للمجزره اول من قتل وحشا في العالم وكل الخصائص هتزيد بنسبه 10%، والحاصد الاسمى اول من قتل جنرال الغزو بمفرده في العالم كل الخصائص هتزيد 5 نقاط، وضربه الحظ النجاح في خداع الموت في محاوله كانت كل الاحتمالات ضدك والحظ هيزيد 5 نقاط، وقاهر العمالقه قتل عدو اعلى منك ب5 مستويات وكل الخصائص هتزيد نقطه واحده، وتلميذ ديفيد وقتل عدو اعلى منك ب10 مستويات بمفردك كل الخصائص هتزيد نقطتين، القوه المفرطه قتل اعداء اعلى منك ب25 مستوى كل الخصائص هتزيد 3 نقاط، وذابح التنانين قتل عدو اعلى منك ب50 مستوى بمفردك كل الخصائص هتزيد 5%، والمغامر الوصول الى المستوى 10 القوه هتزيد نقطه والتحمل نقطه والذكاء نقطه. زاك بيقول هو ايه كل ده، وبعدها بتظهر له لوحه من النظام فيها كل بياناته واحصائياته، وبيكون مكتوب فيها الاسم زاك والمستوى 16 والعرق بشري والانتماء للارض والالقاب هي ولد للمجزره والحاصد الاسمى وضربه الحظ وقاهر العمالقه وتلميذ ديفيد والقوه المفرطه وذابح التنانين والمغامر، ونقاط القوه 31 والبراعه 25 والتحمل 27 والحيويه 27 والذكاء 29 والحكمه 29 والحظ 44 والعملات المكتسبه هي 5100 عمله. زاك بيقول هو العالم اتحول للعبه فيديو ولا ايه، وانا في المستوى 16 بالفعل، وده بسبب رميه النار، ويبدو ان معظم خصائصي جايه من الالقاب. وبتظهر له رساله تانية بالمهمات النشطه وهي امكانيات بلا حدود، وهدفها الوصول الى المستوى 25 والمكافاه فتح فئه، ومهمه قطع الرؤوس اقتل المبعوثين الاربعه وجنرال الغزو في خلال 3 شهور، والمكافاه 10 بلورات نوكس من الفئه اي، ومبنى فريد يعتمد على الاداء، ومهمه سيد الغزو اقهر الغزو واحمي نقطتك الحصينه لمده 3 اشهر، والمكافاه ترقى النقطه الحصينه الى بلده وترقى المكانه الى لورد. زاك بيقول حتى في مهمات كمان وشكل الشعاع الاحمر ده هو الغزو، ولكن ايه هي النقطه الحصينه دي؟ وبمجرد ما بيقول كده بتظهر له رساله من النظام بتقول له تم استيفاء شروط انشاء نقطه حصينه، هل تريد انشائها الان؟ زاك بيقول دي شكلها نوع من القواعد، هيكون من الجيد الحصول على مكان اسميه منزلا، واكيد مش هيكون اسوأ من مقطوره في الغابه اللي مليانه وحوش دي. وبيقول للنظام انشئ النقطه الحصينه، النظام بيقول له تم الانشاء بنجاح. زاك بيقول بس كده هو الموضوع بالبساطه دي؟ وفجاه بيظهر مخلوق غريب طاير في الهواء وبيقول لزاك انت بتعمل ايه؟ زاك بيقول له انت مش بشري، وفجاه بيختل توازن زاك، وقبل ما يقع من على الشجره بيمسك في شيء وبيكون تعبان عملاق، التعبان بيكتفه. زاك بيقول دي نتيجه التهاون للحظه واحده، والامر ممكن يكون زي اللعبه ولكنه مش كده خالص، وانا مش هقدر اتحمل تكلفه التهاون خالص اللي هتكون حياتي، ولو كنت عايز انجو لازم اصبح اقوى. وبيمسك الافعى وبيقع هما الاثنين من على الشجره. زاك بيقول النظام بيكافئ الصيادين والقتله، والقوه هي اهم حاجه في العالم الجديد ده ومفيش اي حاجه تانية مهمه. الشيء الغريب اللي كان طاير بيقول لا باس، واظن انه ما خدش فرصه حقيقيه ببدءه في مكان زي ده، والنقطه الحصينه كانت هتساعده، ولكن هو فعلا كان بيفكر يختار شجره كنقطه حصينه. وانا ساعدت كائنات من اعراق وحضارات كتير عبر القرون المتعدد، وكان دايما البشر معروف انهم عاديين، ولكن بناء بيت فوق شجره فدي اغبى فكره. ولما بيبص على زاك بيلاقي قتل التعبان العملاق. الشيء ده بيقرب منه وبيقول شكلي كنت مخطئه في تقييمي الاولي، ممكن يكون عندك شويه مميزات، واسمي هو ابارك وتقدر تناديني ابي، وانا ارسلت لهنا عشان اساعدك في انشاء
بقى نقطتك الحصينة. صاحبنا بيقول لها انا اسمي زاك وانت تقصدي ايه بمساعدتي؟ ابي بتقول له رائع، ده شكله مغفل اخر ما سمعش كلام الجنيات في البرنامج التعليمي. بتكمل كلامها وبتقول له انا المساعدة المعينة ليك لما اخترت المكان ده كنقطة حصينة. زاك بيقول لها جنيات ايه وانا ما سمعتش، لان النظام الغبي ده ما ارسلنيش لاي برنامج تعليمي وسابني وحيد في الغابة الملعونة دي لمدة 3 ايام. ابي بتقول وهي مصدومة العالم ده بدأ من 3 ايام بس، اكيد انت تقصد شهور. زاك بيقول لها لا. ابي بتقول لو ده فعلا صحيح فشكل تعينت المتحدي. زاك بيقول لها تقصدي ايه؟ ابي بتقول له انا هضطر افصل لك شويه حاجات بما انك ما رحتش للبرنامج التعليمي وعلامك قدمك في الكون المتعدد، والكون ده بيحتوي على كواكب لا تعد موجوده من مليارات السنين، وكتير من الناس في العالم بتاعك اتنقلوا لمدن البرنامج التعليمي عشان يتعلموا خلال الشهر القادم. زاك بيقول لها يعني عيلتي بامان؟ ابي بتقول له لو كانوا في البرنامج التعليمي فهم بخير لحد دلوقتي، ومع ذلك ففي شويه من الناس بيعانوا من نقص حيث لا يمكنهم امتصاص الطاقه الكونيه بشكل طبيعي، وكلهم بيموتوا، والبشر اللي ما بيقدروش يتطوروا فهم بيمتلكوا فرصه صغيره قدام المخاطر المتزايده من النظام. زاك بيقول له بالنسبه للمتحدون وانا مقدر ليا الموت؟ ابي بتقول له ربما وربما لا، والمتحدي هو بشري بيكتسب قوه تتجاوز بكثير ما هو متوقع، والنظام وقتها بيعتقد انك ضعيف وبيتركك للموت ولكنك بتتحداه، والتحدي هو نوع من القوه في حد ذاته، ولكن وضعك متطرف حتى بالنسبه للمتحدي وانت منحت فرصه كويسه ولكنها مش هتكون سهله. زاك بيقول لها انت بتسمي كوني كنت هموت بسبب رمية نار دي فرصة؟ ابي بتقول له انا ما بسميهاش كده ولكن النظام بيسميها، وفي المخطط الكبير للكون المتعدد صوت النظام هو واحد من الاصوات القليله التي تهم، وانا عايز احذرك واقول لك ان النظام بيكره الجبناء واي فشل او استسلام فانت هتعاقب. زاك بيقول لها انت تقصدي اني لازم اكمل كل المهمات واقتل كل الشياطين؟ ابي بتقول له ايوه، والنظام بيراقبك فلا تخيب اماله، وكمان نصيحه مني لازم تحاول تكمل كل المهمات خلال شهر واحد بدل 3، وده هيخليك وقبل ما تكمل كلامها بتختفي، وبتظهر لزاك رساله من النظام بتقول له عاد مسؤول النقطه الحصينه مبكرا بامر من النظام. زاك بيقول هو ايه اللي حصل ده؟ بنروح لمكان زي القصر وبيكون فيه احتفال، بنشوف شخص واقف متضايق وبتيجي واحده وبتقول له انت شكلك مش سعيد خالص يا عزيزي ارجوس، وبتسم لان النهارده احتفال. ارجوس بيقول لها وانا هحتفل على ايه؟ بتقول له جدك يا ارجوس سماك بجنرال الغزو وده شرف بيحلم بيه اي فرد في العشيره. ارجوس بيقول لها ده شرف لدرجه انهم ممكن يقتلوا عشان يحصلوا عليه. البنت بتقول له اظن انك لازم تستعد للقتال بدل تضييع الوقت ده. ارجوس بيقول لها اقاتل؟ انا فكرت انك عارفه انا بفكر ازاي يا آلية، وانا مش هقاتلهم ودي لعبتهم مش لعبتي. وبنشوف الشخص اللي بيشرب بيتسمم وبيموت، وبيجي تاني يوم الصبح وبنشوف وحش بيشرب من النهر وفجاه بيظهر زاك وبيقتله، وبتجيله رساله من النظام بتقول له لقد حصلت على لقب جديد وهو قاتل الشياطين، وبيزيد الخصائص بنسبه 3% عند مواجهه الاعداء الشياطين، وكمان حصلت على 100 عمله نوكس ولقد ارتفع مستواك. زاك بيقعد على الارض وبيقول اخيرا، والنظام ده لا يجعل الارتقاء في المستوى امر سهل خالص، وشكلي بحصل على بضع نقاط خصائص لا اضعها اينما شئت عند الارتقاء، وانا لسه ما استخدمتش النقاط من ساعه بدايتي من المستوى 16، وبيكون عدد النقاط الحره هو 32 نقطه. زاك بيقول هو انا لازم استنى لحد ما اعرف افضل طريقه لتوزيعها، ولكن قتالي مع الافعى اثبت اني مش لازم اكون مهمل ابدا ولازم احافظ على تقدمي، وكمان لازم ازيد الخصائص اللي انا عارف انها هتساعدني، وبيحط 10 نقاط في القوه و6 في البراعه و5 في التحمل و11 في الحيويه، وبيقول ما عادش فاضل غير 25 يوم على نهايه الشهر الاول، وهو انا ممكن اقدر احقق اللي ابي قالته، واكيد في سبب خلاها تقول لي كده، والسبب ده خلى النظام يعاقبها قبل ما تقوله، واما ان اكمال المهمات دي في شهر واحد هتديني مكافاه خاصه، او انه بعد شهر واحد حياتي هتكون اصعب بكتير، وبينما الكل عالقين في الشيء اللي بيسمى البرنامج التعليمي فانا لازم انتهز الفرصه اللي بملكها ولا يمكن اهدارها. وبيسحب الفاس من جثه الوحش وبيقول جه وقت العمل، وبيجي الليل وبنشوف زاك مولع نار وبيشوي لحمه، وبيفتح نافذه النظام وبيقول انا معظم القابي تتعلق بكوني اول شخص يفعل شيء، وبيقول انا بعد ما انشات نقطتي الحصينه ما حصلتش على اي حاجه، مما قد يعني ان في ناس سبقوني في انشاء النقطه الحصينه، اشخاص زيي تماما، ولو استطاعت افعى بسيطه تصبح بالسرعه والقوه دي فانا ما اقدرش اتنبأ بمدى القوه اللي الاخرين وصلوا لها، ولا بد من وجود شيء في متجر النقطه الحصينه يمكن ان يجعلني اقوى او يساعدني في العثور على عيلتي. وبيفتح المتجر وبيقول شكل كل حاجه بتشترى بعملات نوكس، وانا بحصل على 100 عمله مقابل كل كلب شيطاني بقتله، وحصلت برضو على بضع عملات بعد ما قتلت الافعى. وبيلفت نظره في المتجر جهاز نقل آني، وبيقول هو فرحان هو ممكن يقدر ينقل عيلتي ليا او الافضل ينقلني انا ليهم، وبيظهر له تكلفه الجهاز اللي بتكون 10 مليون عمله نوكس. زاك بيقول ده هيكون عدد هائل من الكلاب الشيطانيه، وانا مستحيل احصل على العدد ده بالقتل فقط ولكن ممكن عن طريق المهمه. كتير من المباني في المتجر بتمنح مزايا جنونيه، ولو حصلت على مبنى قوي من البدايه فانا لازم احاول وده افضل حل، ولكن زي نقاط الخصائص فانا لا يمكنني مجرد ادخار عملات نوكس، ولازم انفقها على حاجات هتساعدني دلوقتي، ولم يكن هناك سوى حاجتين جديرين بالذكر اقدر اتحمل تكلفتهم،
واول حاجه كانت مهاره، وهي مهاره عين البصيره وسعرها 3000 عمله نوكس، وطريقه استخدامها عن طريق توجيه الطاقه الكونيه لاستخلاص معلومات اساسيه عن مخلوقات معينه. والشيء الثاني كانت مصفوفه التجميع المصغره من الفئه اف، وتكلفتها 3000 عمله نوكس، وبتجمع الطاقه الكونيه من المنطقه المحيطه وبتنقلها لمرتدي القلاده. وبينما انا برتدي القلاده فانا همتص طاقه كونيه بتعادل تقريبا قيمه كلب شيطاني واحد كل 24 ساعه. وكمان انا هكتسب الطاقه حتى وانا نايم، وانا ممكن ما اكونش ممارس حقيقي بس ما فيش حاجه تمنعني من تعلم مهاراتهم. وبما ان تجميع الطاقه هيستغرق وقت طويل فانا هروح واقتل شويه كلاب شيطانيه، ومنذ ذلك الوقت فانا قضيت كل وقتي في الصيد. ولما كنت بباغت الكلاب الشيطانيه كانت بتسقط بسهوله، ولكن لما ما كنتش بقدر اباغتهم كانت الامور صعبه. ولكن مع كل مواجهه كنت بتعلم حاجات جديده، وازاي اتحكم في فاسي بشكل صحيح، وكمان ازاي اصد الهجمات، وازاي استخدم مهاراتي الجديده. وبيستخدمها على الكلب الشيطاني وبتظهر له معلوماته، وبيكون من فصيله باراجيس وينتمي لعشيره ازاريزا. كمان انشأت مخابئ امدادات متنوعه حوالين الجزيره عشان لو حصل حاجه وما قدرتش ارجع للمخيم. كملت بقيت ايامي بصطاد وبقاتل وبنزف، وفي الفتره دي قتلت العشرات وربما المئات من الكلاب الشيطانيه، وكل ارتقاء في المستوى كان بيبقى ابطأ من اللي قبله. ولكن قوتي كانت بتنمو باستمرار لحد ما البراجيست ما عادتش مفترسين في نظري بل اصبحوا فارستي. وبيكون وصل للمستوى 23 وبيقول انا لازم ارفع مستواي اكتر، وفاضل اقل من 5 ايام حتى نهايه الشهر الاول. وبنرجع للقلعه وبنشوف ارجوس قاعد على المكتب، وفي شخص اسمه ريديل بيدخل المكتب. ارجوس بيقول انا مبسوط اني شفتك يا ريديل، وقول لي كيف تسير استعدادات الغزو. ريديل بيقول له كنت هتعرف الاجابه لو كلفت نفسك وقريت التقارير. ارجوس بيقول له انت هتعمل ايه بصفتك نائب ليا، ووظيفه القائد هي القاء الاوامر مش صح كده؟ وقرب اقعد انت شكلك تعبان شويه. ريديل بيقول له انا بفضل الوقوف، وبيقول له بغضب سكران. ارجوس بيقول له ليه الكل بيفضل يقول لي كده، وليس وكأن هناك الكثير لاقوم به، لان دورنا في الغزو مش هيبدا الا بعد عده اسابيع. ريديل بيقول له عندك حق يا سيدي، وتفضل وقع الورقه دي وارجع لشربك تاني. بيكون مضمون الورقه هو تعيين ابن عم ريديل اللي بيكون اسمه كيوفران لمنصب سيد الكشافه. ارجوس بيوقع عليها وبيقول له ليه لا. ريديل بيتوجه للخروج وبيبتسم ابتسامه خبيثه وبيقول شكرا ايها الجنرال وانا هحرص على اتباع اوامرك بسرعه. ارجوس بيقول له انت راجل جيد وانا عارف ان اقدر اعتمد عليك دايما. وبعد ما ريديل بيخرج ارجوس بيقول فاضل كام اسبوع واقدر اتحرر من وقر البراجيست ده. وبنرجع لزاك اللي بيكون بيتتبع اثار واحد من البراجيست، ولكن فجاه بيظهر واحد عملاق وبياكل الصغير. زاك بيحاول ينسحب وبيبدا يجري، لكنه بيلاحظه ولما بيهجم على مكانه ما بيلاقيش زاك. زاك بيجري وبيقول ايه ده، وهو ممكن يكون مبعوث ولكن حجمه اكبر بكتير من باقي الوحوش، وهو ده الشيء اللي لازم اقتله. ده مخالبه قد دراعي وانا لازم ارجع بسرعه للمخيم، والطريقه الوحيده لاقتل الشيء ده هو ان احط خطه. لما بيوصل للمخيم بيلاقي وحشين غريبين بيشوا لحمه. زاك بيستخبى ورا شجره وبيقول هو ايه ده شكله اكثر ذكاء وهو ارسل هنا عشان يلاقيني، وهي وظيفته اخبار الاخرين بمكان نقطته الحصينه. انا لازم اكشف بعض المعلومات عنه. بيستخدم مهاره عين البصيره وبيظهر له معلوماتهم، وبيكون واحد من فصيله امب والتاني من فصيله جويلي، والاثنين بينتموا لنفس العشيره. ولكن امب بيحس بمهاره زاك وبيهجم عليه بنار غريبه. زاك بيصد اول هجوم ويتجنب الثاني، ولكن الوحش الثاني بيهجم عليه وبيكسر الفاس بتاعه وبيوقعه على الارض. زاك بيبعده عنه وبيكون اصاب بنار امب في كتفه، ولما بيطفيها بيلاقي مكانها حروق خطيره وبيقول ايه النار الغريبه دي لمستني لمده قليله ولكن انا حاسس ان روحي كانت بتتحرق. زاك بيقول 2 ضد 1 وكمان فاسي مكسور، ولو انا ما قدرتش اتغلب عليهم فانا ما استحقش الفرصه اللي حصلت عليها. وبيبدا يهجم عليهم. امب بيهجم عليه بالنار الغريبه ولكن زاك بيتجنبها وبينزل ضرب في الوحش الثاني بايده، ولكن امب بيستغل ده وبيهجم عليه وبيصيبه بالنار في ظهره. زاك بيقول اظن ان نجاتي لحد دلوقتي كانت مجرد حظ وشكلي هموت في النهايه. الوحش بيهجم عليه بديله، ولكن وقتها زاك بيبدا يشعر بالطاقه الكونيه، وبنعرف ان الطاقه الكونيه هي حجر الاساس في الكون المتعدد. ومنذ وصول النظام ومنذ اول شيء قتلته كانت الطاقه الكونيه بتسكن في جسد زاك. مصفوفه التجمع علمته ازاي يشعر بيها، ودلوقتي يجي الوقت عشان يتعلم ازاي يتحكم فيها. وفجاه زاك بيمسك ديل الوحش بايده وبيقول له ما كانش لازم تكسر الفاس بتاعي. امب بيهجم عليه لكن زاك بيستخدم الوحش الثاني كدرع ليه. تستمر المعركه بينهم لحد الصبح، وبيكون ده هو اليوم الاخير في الشهر الاول، وبتنتهي المعركه بفوز زاك. وبنشوف زاك قاعد بيشحذ عصايه للفاس بتاعه بدل اللي اتكسرت، وبيقول كان هيكون من الجيد الوصول للمستوى 25 والحصول على فئه، ولكن ابي قالت اني لازم اخلص المهمات بتاعتي خلال شهر، ولن يحدث ذلك الان. ولكن ده مش معناه اني هتكاسل، لان النظام بيكافئ اللي بيخوض المخاطر. ودلوقتي جه الوقت عشان اقتل المبعوث الثاني. وبنرجع لمكان ارجوس وبيقول ده كان شهر مزدحم للغايه مش كده يا ريديل؟ ريديل بيقول له ايوه بالنسبه لبعضنا، ولكن دي البدايه فقط، وعندما يكتمل تشكيل البوابه ونعبر من خلالها هنكون معزولين عن بقيه العشيره، ووقتها هيبدا العمل الحقيقي. وبنرجع لزاك اللي بنشوفه وهو بيجري من المبعوث اللي بيكون من المستوى 45 وبيتجنب هجومه، وبيفتكر نصيحه ابوه قالها له وهم بيصطادوا زمان، وهي ان كل حيوان بيمتلك
حاجة بتميزه عن غيره، ولكن مفيش أي حيوان يقدر يستخدم الأدوات أو الفخاخ لأنها تخصصنا احنا. وكمان رجال الكهف استخدموا الرماح، والمغزى إننا مش بنصطاد الأشياء لأننا الأقوى أو الأسرع، ولكن علشان بنستخدم عقولنا، وده هو اللي بيخلينا مميزين. وبنرجع بالزمن لساعتين قبل قتال زاك للمبعوث، بيكون بيعد فخ في الغابة، وبنرجع تاني لزاك وهو بيواجه المبعوث وبيقول أنا ما أقدرش أفوز بقوتي لوحدها لأن الفجوة بين قوتنا كبيرة، وضربة واحدة من المبعوث هتخليني في عداد الموتى، وعلشان كده لازم أتأكد إن ضرباته مش هتصيبني أبدا. وبنشوف زاك وهو بيجرحه بعينه في الفاس، ولكن المبعوث بيهجم عليه. زاك بيستخدم الطاقة الكونية وبينقلها لدراعه عشان تكون صلبة وبيصد الهجوم، وبيبدأ يجري ناحية الفخ وبيخلي المبعوث يجري وراه. زاك بيقول أنا مش هقدر أستخدم الطاقة الكونية لمدة كبيرة لأني مش ممارس وممتلكش إلا قدر صغير منها، كل قطرة هستخدمها لازم تكون في محلها ومفيش أي مجال للخطأ. زاك بيستخدم الطاقة الكونية وبيوجهها لرجليه وبيهجم بسرعة على المبعوث. وبنروح لبوابة النقل وبنشوف أرجوس وهو رايح ناحيتها وبيسأل الموجودين عن مكان ريديل. الشخص ده بيقول له هو عبر بوابة الغزو أيها الجنرال، ولكنك مش هتلحقه. وبيظهر عدد من الجنود وبيحاصروه. وبنرجع لزاك اللي بيكون بيهرب من المبعوث وبيكون منهك لأن جسمه ما عادش قادر يستحمل استخدام الطاقة الكونية أكتر من كده، ولكنه ما بيقفش لأنه بيكون قرب من مكان الفخ وبيستخدم الطاقة الكونية وبيغير اتجاهه في ثانية. والوحش بيكمل طريقه وبيقع في الفخ وبيتحول لأشلاء. وبتيجي لزاك رسالة من النظام بتقول له وصلت للمستوى 25 ولقد اكتملت المهمة والفئة متاحة للاختيار الآن. زاك بيقول لقد فعلتها، أتسمع ذلك أيها النظام البائس؟ لقد قتلت وحش آخر. وفجأة بيشعر زاك بهالة دموية كبيرة وبيظهر عدد كبير من براغيث. وبنرجع لمكان أرجوس اللي بيكون هو والاثنين اللي معاه قتلوا كل اللي محاصرينه. واحدة منهم بتقول له احنا المفروض نلبس التنقلات دي لحد امتى؟ أرجوس بيقول لها لحد ما اقول عكس كده يا نميس. التانية بتقول له حتى انا. أرجوس بيقول لها خاصة انت يا آلية، وانا مش عايز حد في العالم الجديد يعرف عن انضمامه، لما احتفظت باوراقي قريبة مني هيكون افضل. أليفار بتقول له انت شايف ان ده تصرف حكيم يا أرجوس لاننا مش هنحصل على حماية جدك بمجرد ان تغلق البوابة، ووقتها نكون معزولين تماما. أرجوس بيقول له زي ما يكون يا أليفار، لان زهقت من العشيرة البائسة دي وطعنتهم في الظهر، والكوكب الجديد ده مش هيشكل تهديد على حياتي اكتر من اللي بيشكله موطني، وكل اللي فاضل هو مقابلة السكان المحليين. وبنرجع لزاك اللي بنشوفه بيجري من العدد الكبير من وحوش الجويلي وبيقول دول في كل مكان، وليه ابي ما قالتليش ان قتل المبعوث هيستدعي كل وحش لعين على الجزيرة دي، وجسدي بدأ يستنفذ طاقته الكونية بسبب قتالي مع المبعوث، وانا مستحيل اقدر اهرب من العدد ده كله. وواحد منهم بيهجم على زاك ولكن زاك بيتجنب هجومه، وحش تاني بيهجم بعدها لكنه بيقتله بحركة واحدة. زاك بيكمل جري ولكن بيشعر بحاجة غريبة وبيلاحظ ان طاقته الكونية اتملت شوية بعد قتله للوحش، وبيقول دي نسبة بسيطة اللي زادت، ولكن لو قدرت اقتلهم باستمرار فانا هقدر استعيد الطاقة الكونية بنفس المعدل اللي بستهلكها بيه. وبيقف وبيقول انا مش محتاج اهرب من القطيع ده ولكن محتاج اقتل كل واحد فيهم، وبيبدأ يقتل فيهم. وبنروح لقلعة الغزو وبنشوف ريديل واقف مع كام شخص. ريديل بيقول مش مهم لو اتأخر فانا المسؤول في غياب أرجوس، وياكوفران نظم فريق للاستطلاع. كيوفران بيقول له تحت امرك. ريديل بيقول له في شيء قتل المبعوث وخار وانا عايز اعرف ايه هو. كيوفران بيقول له اعتبر الامر اتنفذ. ريديل بيقول لهم حلو قوي وخلونا دلوقتي نتنقل لخطط نقطتنا الحصينة واحنا في اقرب وقت ممكن محتاجين للترقية ليه. وقبل ما بيكمل كلامه بيسمعوا حد بينادي بصوت عالي وبيقول في شخص بيمر عبر البوابة، وبيكون الشخص ده هو أرجوس. وبنرجع لزاك اللي بيكون ابدهم كلهم وبقى متعب جدا وبيتحرك بالعافية وجسمه كله ملطخ بالدماء ومصاب، وبيقول انا لازم الاقي احد مخابئ امداداتي. وبيوصل قدام شجرة وبيتسلقها ولما بيقعد عليها بيغمى عليه. وبيجي الصبح وبيصحى زاك بيقول العالم شكله انتهى من شهر فات والمعدل اللي بيشفى بيه جسدي مذهل جدا. وبينزل من على الشجرة وبيقول رغم اني لسه ما استعدتش عافيتي بالكامل ولكن انا لازم اتوجه للمنزل بتاعي، ورغم انها تكون رحلة طويلة سيرا على الاقدام الا اني بمجرد ما اوصل هكون قادر على اختيار فئتي. وفجأة بيسمع صوت خطوات اقدام. زاك بيستخبى وسط الشجر وبيشوف مين وبيلاقي شيطان. الشيطان ده بيروح لمكان الجثث بتاعة الوحوش وبيبدأ يتكلم بلغة غريبة، وفجأة بيظهر زاك وبيخبطه على راسه وبيخليه يفقد الوعي وبياخده معاه. وبيوصل زاك لمكان النقطة الحصينة وبيكون الليل حل، وبنشوفه رابط الشيطان اللي لقاه في كرسي وبعدها بيرش على وشه شوية مية عشان يفوقه. ولما بيفوق بيقعد يقول كلام غريب. زاك بيقول له اهلا. الشيطان بيقول له انت بشري؟ زاك بيقول له انت طلعت بتفهم لغتي وقول لي بقى كم العدد الذين يغزون عالمي منكم. الشيطان ما بيردش عليه. زاك بيشوف معلوماته بعين البصيرة وبيكون اسمه آرون من عشيرة أزارازيك ومستواه 33. زاك بيحطم جزء من الكرسي اللي هو قاعد عليه بالفاس بتاعه علشان يخوفه وبيقول له رد عليا. آرون بيبدأ يتوهج بطاقة حمراء غريبة وبيقول له احترق أيها البشري وبيفجر نفسه. زاك بيقول هو امتص كمية كبيرة من الطاقة الكونية علشان يفجر نفسه علشان ما اقدرش احصل على اي معلومات منه. وبعدها زاك بيستخبى على شجرة لشوية وقت وبيقول انا بعتقد اني في امان. مر 3 ساعات ومفيش اي شيء جه عشان يتفقد مكان الانفجار، وده امر مؤسف لان الشيطان
الشيطان ده فجر نفسه بالشكل ده، وكان هيكون من الجائد الحصول على بعض المعدات اللائقة، ولو كنت أعرف إنه هيفجر نفسه زي المجنون ما كنتش سبت أمتعته عليه، ولكن على الأقل حصلت على فاس جديدة لأن فاس القديمة كانت في أيامها الأخيرة. وبما إني وصلت للمستوى 25 ففي حاجة مهمة لازم أعملها قبل ما أختار فئتي. وبيفتح المتجر وبيشتري مصفوفة وهم من الفئة F، وبيقول دي شكلها مختلفة عن المصفوفة اللي اشتريتها قبل كده، وأظن إني لازم أحطها في الأرض حوالين المخيم، ومع آخر وتد بيحطه في الأرض بتبدأ المصفوفة تتفاعل وبيظهر طاقة غريبة بتحيط بالمخيم. زاك بيقول ده شيء مدهش، وكل حاجة داخل القبة دي مموهة بالكامل، وكأن مخيمي مش موجود أصلا، وأنا بتمنى إنها تساعدني وما الاقيش شياطين تاني في مخيمي لأن أعدائي بقوا كتار ولازم أكون سابقهم بخطوة. بما إني انتهيت من الموضوع ده فجي الوقت عشان أختار فئتي. تظهر له رسالة من النظام بتقول له لقد وصلت للمستوى 25، هل ترغب في فتح فئتك الآن؟ زاك بيضغط موافقة لكن بتظهر له رسالة بتقول له خطأ، مطلوب شراء عقد نيكوس لاختيار الفئة، هل ترغب في شرائها مقابل 6000 عملة نوكس؟ زاك بيقول له هو ايه النظام الجشع ده؟ وانا كده هكون صرفت كل العملات اللي جمعتها من قتل الوحوش والمبعوث، ولكن انا هشتريها واتمنى ان ما يظهرش اي نوع من الاشارات ويكشف موقعي. وبمجرد ما بيشتريه بيظهر جهاز غريب قدام زاك بيقول هو بيشتغل ازاي، وبمجرد ما بيلمسه بالفاس بتاعه بتجيله رسالة بتقول له هناك 5 خيارات متاحة للفئة، والفئات هي فئة المقاتلة من الرتبة F والتصنيف شائع، وهي محاربة ناشئة بارعة في استخدام أسلحة القتال القريب ومتاحة للترقية. وفئة التابع من الرتبة F والتصنيف شائع، وهو مستخدم ناشئ للعناصر وبارع في استخدام سحر العناصر وقابل للترقية. وفئة البحارة من الرتبة F والتصنيف غير شائع، وهي محاربة بحرية من أدنى الرتب بارعة في المعارك البحرية وقابلة للترقية. وفئة صياد الشياطين من الرتبة F والتصنيف غير شائع، وهو محارب مكرس لإبادة الشياطين وبارع في تحديد واستئصال أي شيء ذو طبيعة شيطانية وقابل للترقية. وفئة رجل الفأس من الفئة F والتصنيف نادر، وهو حطاب وجيشه هو غابة لا نهاية لها وقابل للترقية. زاك بيقول هي دي بقى خيارات الفئة بتاعتي وليست سيئة إطلاقا، وكلها من الفئة F، فأنا بظن إن دي هي نقطة البداية للجميع، وكمان كلهم متاحين للترقية فأكيد هيكونوا أقوى في المستقبل. وأنا هبدأ باستبعاد المحارب والتابع، ورغم إني متأكد إنهم كويسين ولكن اختيار فئة بتصنيف شائع بينما تتوفر فئات بتصنيف غير شائع ونادر فده هيكون شيء خاطئ. وصائد الشياطين قد يكون الأقوى حاليا ولكنه قد يعيق تقدمي في المستقبل لأني وقتها هكون قوي ضد نوع واحد بس من الأعداء، وأنا محتاج أكون مستعد لأي شيء مش بس الشياطين. والبحارة شكلها فيها مشكلات كتير، وأهمها إني هكون مقيد نفسي بالقتال البحري، وكل الحاجات دي ما سابتليش غير اختيار واحد. وبما إن النظام بيكافئ الشجعان والمغامرين فالفئة النادرة دي أكيد مكافأة على المخاطرة كل يوم بحياتي، ورغم إنها ممكن تقيدني باستخدام الفؤوس بس دي مش هتكون مشكلة ولكن هتكون ميزة بالنسبة لي. بيختار فئة رجل الفأس. تظهر له رسائل من النظام بتقول له نتيجة الوصول للمستوى 25 واختيار فئة حصلت على لقب مكتسب وهو حائز الفئة، وارتفع كل الخصائص بمقدار نقطة. ونتيجة الحصول على فئة نادرة حصلت على لقب مكتسب وهو كائن نادر، وارتفع كل الخصائص بمقدار نقطة. ونتيجة كونك أول شخص يحصل على فئة في العالم حصلت على لقب مكتسب وهو رائد، وارتفع كل الخصائص بمقدار 5 نقاط، وبتبدأ إحصائياته كلها تزيد. زاك بيقول أول شخص يحصل على فئة في العالم ده شيء رائع، وبيفتح نافذة الحالة وبيلاقي إن إحصائياته زادت بشكل كبير جدا، والقوة لوحدها اكتسبت 28 نقطة. وبيفتح نافذة الفئة وبتظهر له رسالة مكتوب فيها الفئة رجل الفأس من الفئة F والتصنيف نادر، والقوة زادت بنسبة 20%. والمهارات هي إتقان الفأس مقفل، والإتقان يولد من رحم المعارك أسقط 1000 عدو. ومهارة القطع مقفلة، اقطع الخشب أولا ثم رؤوسهم 10000 قطع. وبنية الحطاب مقفل، قاتل في الغابات وكن جزء من الطبيعة 30 مرة. زاك بيقول إذا مهارات فئتي مقفلة على شكل مهمات، وفعلا ما فيش حاجة في العالم ده بتيجي بسهولة أبدا، وأنا ما أقدرش أفضل قاعد من غير شغل، وجه الوقت عشان أوري الغزاة دول من هو الشيطان الحقيقي. وبنسمع كيوفران وهو بيقول إن الغزو فرصة كويسة جدا، وحتى وأن أوشك ذلك المسرف أرجوس على إفسادها فبماذا كانت تفكر العشيرة حين عينته في منصب المسؤول؟ وتصرفه بإطلاق وحوش عبر البوابة أولا دي خطوة جبانة جدا لأنه ما فيش أي شيء خطير على الجزيرة دي، وعلى الأرجح إن فول وخارط خانقوا وقتلوا بعضهم بمجرد وصولهم. وخطط الجنرال العبقرية ضيعت علينا شهر كامل كان ممكن نستعد فيه للتهديدات الحقيقية من الغزوات الأخرى، ومع ذلك لابد أن السماوات القاسية لاحظت تضحيتنا ب10000 عبد، لأن بعض الكشافة رجعوا بلغوني بنتائجهم ولقد عثروا على عرق من بلورات النيوكس في أعماق جبال الجزيرة. وحتى
لو كان صغير فالثروة اللي بيحتويها مذهلة وكافية انها تتفوق على ثروات كبار العشيرة. وبصفتي سيد الكشافة فخلينا اقول ان مش كل كنز هنلاقيه لازم العشيرة تعرف عنه. بنشوف كيوفران بيقول للمرافق بتاعه ميتس تقدر انت وجورام تبداوا في التجهيزات لان تعبت من المشي. وبيقول لكلايد ايه رايك المكان ده جميل صح؟ كلايد بتقول له ايوه يا سيدي رغم اني لسه ما اتعودتش على طقس الكوكب الجديد ده. ميتس بيكون حضر طاوله وبيقول له طاولتك جاهزه يا سيدي. كيوفران بيشد الكرسي لكلايد وبيقول لها اتفضلي اقعدي. كلايد بتقول له شكرا يا سيدي. كيوفران بيقول لها مفيش داعي للتكليف المتشدد ده وناديني بكيوفران. كلايد بتقول له ماشي وانا مندهشه يا كيوفران انك عندك وقت تعمل حاجه زي دي لاني كنت بظن ان شخص في اهميتك هيكون مشغول في بدايه الغزو. كيوفران بيقول لها انا اكيد عندي وقت عشان حاجه مهمه زي دي. وبيقول لنفسه ايه الذباب البغيض ده هيبوظ الوجبه. وبينادي على جيمور وبيقول له فعل شيء حيال هذه الحشرات المزعجه. ولكن فجاه بيلاقيه ميت على الارض وبيكون اللي قتله هو زاك. كيوفران بيستعد للقتال وبيقول ده من السكان الاصليين وبيهجم عليه لكن زاك بيتصدى لهجومه. كيوفران بيقول اذا هذا العالم يوجد به بشر واقدر اسحقهم زي الحشرات التانية اللي بتغزو الكواكب. وفجاه بيظهر شخص ورا زاك عشان يطعنه لكن زاك بيتجنبه وبيديله بوكس بيحطم الدرع بتاعه وبيحدفه لبعيد. وبيتجنب هجوم كيوفران وبيهجم عليه لكنه بيصاب بسهم في ظهره. كيوفران بيستغل الوضع وبيهجم عليه لكن زاك بيتصدى ليها. كيوفران بيقول لنفسه ازاي هو بالقوه دي رغم ان العالم ده ما بدأش غير من شهر واحد بس. زاك بيمسكه من شعره وبيهجم على رقبته بالفاس ولكن بيعترض هجومه سهل. كيوفران بيستدعي هالة سودا على السيف بتاعه وبيقول انت مثير للاعجاب بالنسبه البشري وانا سمعت عن امثالك. المنبوذون الحسالى اضعف من ان يمارسوا الزراعه حتى ومع ذلك لسه بتصر على العيش زي الحشرات وتقاتل حتى تجبر السماوات على الاعتراف بيك. هما بيدعوا امثالك بالمتمردين وده شيء مخزي انك بتتمرد عليا. وبيهجم على زاك لكن زاك بيصد هجومه وبيهجم عليه ولكن هجومه بيتوقف بسبب قلادة كيوفران وبترد الهجوم وبيرتد زاك للخلف. زاك بيقول درعه عكس هجومي ده هيكون شيء مزعج للغايه. زاك بيهجم عليه وبيلزقه في الجدار. جيمور بيقول له انت كويس يا سيدي كيوفران. كيوفران بيقول له ما تهملش دفاعك ايها الاحمق. وبيهجم زاك على جيمور وبيقطع راسه وبيشتبك مع كيوفران بقتال بالايدي. كيوفران بينادي على كلايد وبيقول له اطلقي سهم عليه. زاك بيحاول يوصل للفاس بتاعه. كيوفران بيقول له ده كل اللي عندك يا حسالة انت مجرد حشره. ولكن زاك بيقدر يمسك الفاس بتاعه وبيقتل كيوفران. ولما بيقوم من على الارض بيلاقي كلايد واقفه قدامه وبتقول له لا تتحرك ايها البشري. زاك بيتحرك ناحيتها لكنها بتصيبه بسهم في كتفه وبتقول له انا قلت لك ما تتحركش وانا مش هخليك تنجو بفعلتك دي ايها البشري وانت هتعاني كتير. لكن زاك بيقتلها بخنجر كان كيوفران غرزه في جسمه. وبعدها بنشوف زاك بيفحص جثه كيوفران وبيقول خلينا اشوف معاه ايه. وهيكون من الجاد الحصول على بعض المعدات المناسبه. وبيلاقي كيس بعد جواه اساس واكل. زاك بيقول هو الراجل ده كان جاي يغزو العالم ولا جاي لرحله. وبيلاقي كمان بلورات غريبه وبيقول شكلها مهمه. ولما بيشوف معلوماتها بيعرف انها بلورات نيوكسيس وهي بلوره تفيض بالطاقه الكونيه واستيعاب واحده بالكامل بيستغرق ساعتين وبتساهم في رفع المستويات واستعاده القوه بعد المعركه. زاك بيقول انا بشعر اني ماسك شمس ساطعه من الطاقه الكونيه. وبيفتكر ان واحده من المهمات كانت مكافاتها بالاوراد من دي. وبيلبس معداته وبيقول شكرا على المعدات ولسوء الحظ سيفك مش هيكون مفيد ليا ولكن وجوده معايا افضل ما اصدقائك يلاقوه. وبيعينه في الحقيبه البعديه. وبيقول انا بحرز تقدم كويس في مهماتي. وبيشوف المهمات النشطه وبيكون قتل 2 من المبعوثين الخمسه ولكن ما تمش اي شيء في مهمه سيد الغزو ولسه صفر. وبيقول بالرغم من انه عدى شهر على مهمه سيد الغزو الا انها لسه صفر وشكلي لازم اقهر الغزو الاول. وبيفتح قائمه المهارات وبيكون قتل 132 عدو من اصل 1000 في مهمه اتقان الفأس وقطع 4854 قطعه خشب من اصل 10000 في مهمه القطع. وبنيه الحطاب لسه صفر. وبيقول انا لسه قدامي طريق طويل وانا قتلت مبعوث جويلي ومبعوث براجيس وكده فاضل مبعوث العفاريت وواحد كمان انا ما قابلتوش لسه بالاضافه لجنرال الغزو. وبنشوف الجنود بيجروا ومعاهم ارجوس لناحيه القريه اللي انشأوها ولما بيوصلوا بيلاقوا الكل ميت. ارجوس بيقول هو ايه اللي حصل هنا. وبنشوف زاك وهو راجع وجسمه ملطخ بالدماء واسقط 160 عدو في مهمه اتقان الفأس. وبيقول لا يمكنني استخدام القوه المفرطه لشق طريق اتجاه جنرال العدو وانا هيتم قتلي وتحويل الاشلاء بمجرد ما اعبر البوابه بتاعتهم لان غالبيتهم بيفضلوا جوه النقطه الحصينه. ولكن ايه اللي هم بيعملوه هنا بالظبط؟ وفي البدايه انا كنت فاكرهم تم انشائهم بواسطه النظام زي الشخصيات الغير لاعبه الموجوده في اغلب الالعاب ولكنهم طلعوا كائنات حيه بيضحكوا ويلعبوا زيي. وهل هم جايين هنا بمزاجهم ولا النظام اجبرهم على كده؟ ولكن انا مش هيهمني كل ده لانهم غزاة على جزيرتي. كل اللي هيقابلوه هيكون ضربه فأسي وانا لا يمكن استسلم لاني لازم الاقي اهلي واصبح متمرد حقيقي زي ما ابي قالت. وحتى لو اضطريت اضحي بشويه شياطين عشان اوصل لهدفي فانا هعمل كده. وهبدا في العثور على المبعوثين الباقيين واقتلهم وبعدها هرجع عشان اقتل الجنرال. ولكن الموضوع ما كانش سهل وانا بحثت عنهم في كل مكان في الجزيره من اطراف الجزيره الى الكهوف الصغيره. وفي طريقي كنت بقتل كل الشياطين اللي بقابلها. واتقان الفأس كان بيزداد وبيتسلق قمه جبليه عاليه وفجاه بيظهر له قرد حجري واقف على الشجره. زاك بيستخدم مهاره عين البصيره وبيظهر له نوع وهو قرد حجري
حجري. زاك بيقول واخيرا واتضح ان المبعوثين الباقيين واحد عفريت والتاني قرد. القرد بيهجم على زاك لكن زاك بيقتله وبيقول مجرد قرد صخري، وانا براهن ان هم ما بيخرجوش من اقليمهم عشان كده ما قابلتش ولا واحد فيهم قبل كده، وانا شكلي هضطر للمغامره في اعماق الجبال عشان الاقي المبعوث التاني. وفجاه بيسمع صوت زئير وراه، ولما بيبص بيلاقي عدد كبير من قردة الصخور وبيبدا يقاتلهم وبيقول منذ وصول النظام وانا بقاتل، وفي البدايه انا ما كنتش فاهم فين اصدقائي وفين عيلتي وايه اللي حصل للعالم بتاعي، ولكن كل لما افكر اكتر كل لما قاتل اكتر وكلما اسقطت اعدائي اكثر بفأسي كلما فهمت اكثر، وبدا نسيم الاكوان المتعدد يوضح ليا واعدائي هم غابه لا نهايه لها وانا الحطاب. وبيكون وصل ل1000 عمليه قتل في مهمه اتقان الفأس، وفجاه بيتنقل لمكان غريب وبيقول هو انا فين وهو ده نوع من الرؤيه ولا ايه، وبيبص قدامه بيشوف جيش مهول من اعراق مختلفه وفي شخص واحد واقف بيواجهه، وبحركه واحده من فاسه بيدمر الجيش ده. وبيرجع زاك للواقع وبيستخدم نفس الحركه ولكن بقوه اقل بكتير، وبتجيله رساله من النظام بتقول له اكتسبت بذره الداو وهي الثقل. زاك بيركن جسمه على شجره وبيقول انا سمعت مصطلح الداو ده قبل كده واظن انه كان جزء من الاساطير والديانات الاغريقيه. وبتجيله رساله بتقول له بذره الداو الثقل في المرحله المبكره وزادت القوه بمقدار 10 نقاط. زاك بيقول هو ده حقيقي وانا مش متاكد من معناه ولكن انا حاسس اني فاهمه، وكاني لمحت حقيقه جوهريه من حقائق الاكوان المتعدده، والثقل اللي في هجماتي في السابق كان خاطئ وضربتي كانت مجرد وهم، بينما كانت ضربه الراجل اللي شفته في الرؤيه هي الحقيقه، والمفروض اشعر بالثقل الكامن خلف الضربه وادمجها في هجومي. وبمجرد ما بيعمل كده وبيخبط الفاس في الارض بيشق الارض قدامه. بيقول باندهاش الراجل اللي انا شفته ما كانش بيمتلك الثقل فقط وانما كان في حاجات اكتر في ضربته ما قدرتش استوعبها. وبتجيله رساله من النظام تم الحصول على لقب طفل الداو وتسال الشخص في العالم يبلغ التنوير وينشئ بذره الداو، ونتيجه كده كل الاحصائيات هتزيد 5 نقاط. زاك بيقول انا ثالث شخص، ده معناه ان في اشخاص تانية في العالم ده لان البرنامج التعليمي انتهى بعد الشهر الاول. ممكن البشريه تكون بدات في اعاده البناء وبيقتلوا الوحوش بينما انا عالق في الجزيره دي، وانا كنت دايما في المقدمه ودي اول مره حد يتفوق عليا، وانا لازم اضغط على نفسي اكتر لان الاقوياء هم اللي هيقرروا نظام العالم الجديد. وفجاه بيلاحظ شاشه النظام وبيقول انا كنت مشغول وما لاحظتش اني قربت اخلص مهمتي الثانيه، ويكون اتم 9952 من اصل 10000 في مهمه القطع. وبنروح لمكان الغزو وبنشوف ارجوس قاعد وبيقول هو ايه اللي حصل لكيوفران. الشخص ده بيقول له لقد مات يا سيدي، واحنا بنشك انه اتقتل على ايد نفس المجموعه اللي قتلت فول واوخار، وبناء على قوتهم واثارهم احنا بنعتقد انها قوه مكونه من 10 محاربين من النخبه. ارجوس بيكون فرحان جدا وبيستخبى ورا الجندي بتاعه وبيضحك وبيقول لنفسه انا ما كنتش متوقع ان الامور تمشي بشكل افضل من كده، والغبي ده مات اسرع مما كنت متوقع. الجندي بيقول له انت بخير يا سيدي. ارجوس بيتعدل وبيقول له ما تقلقش انا بخير، دي مجرد عطسه بسيطه لان شكلي عندي حساسيه تجاه الهواء بتاع الكوكب ده. ارجوس بيقول لنفسه رغم انه من المؤسف ان كلايد ماتت هي كمان لانها كانت بتؤدي عمل جيد في مراقبه كيوفران علشاني. ارجوس بيقوم عشان يمشي وبيقول للجندي ابعت فرقه سندرمان وكوجو يتفقدوا المكان لان السكان الاصليين طلعوا اقوى مما كنا متوقعين. ارجوس بيبتسم بخبث وبيقول كل اللي فاضل ان ريديل يقابل السكان الاصليين ويقتلوا بعض ووقتها كل مشاكلي هتتحل. اليفار بيقول له احذر لانك بتبتسم كتير الفتره دي. ارجوس بيقول له اخرس يا اليفار. وبنرجع لزاك اللي بيكون بيكمل المهمه الثانيه ويكون فاضل له قطعه خشب واحده، ولما بيقطعها بيتم المهمه وقوته بتزيد. ده يتسلق الجبل وبيقابل قردة صخور ثانيه وبيستخدم مهاره القطع وبيقضي عليهم وبيكمل تسلق وبيقول انا كنت متاكد ان الجبال بتخفي شيء لاني كلما تسلقت اكتر ازدادت كثافه الطاقه وكمان قوه قرود الصخر اللي بقابلها، وكان شكلهم بيحرسوا المكان وكانوا بيتحركوا في مجموعات وكل مجموعه كان معاها قرد اقوى واكبر من الباقي كان زي قائد ليهم لكنهم مش اقوياء كفايه عشان يشكلوا تهديد ليا. واستمريت على الوضع ده لعده ايام وما كنتش بلاقي حاجه لحد ما وصلت لقمه الجبل وبيشوف زاك شجره عملاقه وغريبه اسفل مجموعه الجبال وبيقول اتضح انك مش في الاعلى ولكن في الاسفل. ولما بينزل لمكان الشجره بيلاقي المبعوث الثاني وهو سندرمان من مستوى 58 وكان قاعد بيحرس الشجره. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك واشوفكم في فيديو جديد. سلام.